وجد طفل طائرا صغيرا تحت شجرة، وكان جناحه مكسورا. حمله الطفل بحذر وأخذه إلى بيته، عالجه وأطعمه كل يوم. ومع مرور الأسابيع بدأ الطائر يرفرف من جديد، شيئا فشيئا، حتى عاد قادرا على الطيران. لكن الطفل شعر بالحزن، لأنه أدرك أن لحظة الفراق اقتربت. وقف أمام النافذة، فتحها ببطء، ثم قال للطائر: أنا أحبك، ولذلك لن أحبسك. نظر الطائر إليه، ثم فرد جناحيه وطار بعيدا نحو السماء. ظل الطفل يراقبه بصمت حتى اختفى، لكن بعد لحظات عاد الطائر ودار فوق البيت كأنه يشكر الطفل. في تلك اللحظة تعلم الطفل أن الحب الحقيقي لا يقيد، بل يساعد من نحب على أن يعودوا إلى سمائهم. ليس كل من يبقى يحبك، وليس كل من يرحل ينساك. والسؤال لك أنت: هل الحب عندك امتلاك أم حرية؟